السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أغلى أحباب. نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. ومرحبا بكم في قناتي، قناة عائلة جاردينيا، مع فيديو جديد عبارة عن تحلية بنتها عالمية بثلاث أذواق رائعة تقدموها لعائلتكم في رمضان وكذلك بعد رمضان في العديد من المناسبات كما الخطوبة والمهيبة، وكذلك تستقبلوا بها ضيافكم العزاز على قلبكم. لمعرفة الوصفة كاملة شاهدوا نهاية الفيديو. أول حاجة نحتاجها كأس إلا ربع من الحليب البارد، وكذلك كأس من بودرة الشونتيي، وملعقة ونصف من كريمة الكراميل. نصيحة فقط استعملوا فقط نصف ملعقة لأنه الحلاوة راح تكون شوية قوية، ولكن نصف ملعقة راح تعطيكم حلاوة معتدلة. وكذلك هنا كوب من كريمة الحلويات، المادة الدسمة فيه ما تكونش أقل من 35%، مع كوب من جبن المسكربون. تقدروا تستبدلوه بأي نوع من الأجبان، فقط تكون الملوحية نتاعو ناقصة. وعطر الكراميل تلقاوها عند أي محل حلويات. نبداو اولا نطلعوا كريمه الشونتيي، نحتاجوا بودره الشونتيي كما قلت لكم نصف ملعقه فقط من كريمه الكراميل، والقليل من الحليب ما نحطوش ضربه واحده، نحطوا بالتدريج لانه احيانا تكون بودره الشونتيي نوعيه مش ممتازه 100%. على هذاك نخافوا نستعملوا الحليب بالتدريج ونشوفوا كيف راح تكون النتيجه او القوام المطلوب ونحبسه. هنا أنا ضفت ربع ملعقة من عطر الكراميل، ولكن بما أنكم راح تستعملوا نصف ملعقة من كريمة الكراميل فمقابلها لازم تستعملوا ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من عطر الكراميل. ونجيبوا الخلاط الكهربائي ونبداو نخلطوا بودرة الشونتيي ونمزجوا كل المكونات مع بعض بهذا الشكل، ونضيف بالتدريج الحليب حتى نتحصل على قوام خفيف وكريمي ومتماسك. كيما نرفع ولا نحبس الخلاط الكهربائي ونرفعه راح يشكل لي منقار، وفي نفس الوقت مش راح تسيح ولا راح تطيح معايا، راح تكون متماسكة وخفيفة وما هيش محببة أو فيها حبيبات، راح يكون القوام تاعها أكثر من رائع. الخطوة الثانية نجيبوا نفس الإناء ونختم الخليط الثاني. حطيت جبن المسكربون، راح نفتحه مليح بالخلاط الكهربائي حتى ما يتشكليش حبيبات من بعد وبعدها نضيف عليه كريمة الحلويات ونخلطه بالخلاط الكهربائي، ولكن ما نخلطوش مليح لانه راح نمزجوا الخليطين مع بعض ونعاودوا نضربوهم كذلك بالضراب الكهربائي. وعذرا على صوت الخلفية، الفوضى دي في الخلفية لأنه راح ترافقني طول هذا الفيديو والفيديوهات القادمة، لذلك عذرا مسبقا. هذا ولدي قاعد يلعب وكلش، وهذه البصمة نتاعو اللي راح تكون جديدة في القناة. ان شاء الله برك يكون الكلام مفهوم وواضح وكلش، والفوضى هذه مايش قاعدة تزعج فيكم. هنا فقط بغيت نتطرق النقطة مهمة جدا في النكهات، راح نعطيهم لكم بالترتيب على حسب رأيي، وهو الناس أذواق، يعني كل واحد وش راهو يشوف. كاين نوع من هذه النكهات اللي راح نذكرهم، كاين ناس ما يحبوهمش، والاختيار يبقى على حسب ذوق كل شخص. بالنسبة لي أنا من عشاق الكراميل وجوز الهند، ولكن نهار جربت نكهة البرالين عطيتها رقم 1 في كل النكهات، بالرغم من عشقي للكراميل والجوز الهند، ولكن البرالين تميزت عليهم كامل. فأي شخص يعني كيحب يقدم حاجة مميزة جدا يجرب نكهة البرالين يذوقها ويرد لي بالخبر في التعليقات. كاين نكهة القهوة، كاين نكهة الكابوتشينو، كاين نكهة الفانيليا، هذو يعني النكهات المميزة. خلوني من نكهات الفاكهة مثل الفريز، الفرمبواز، القارص، تاع العلك يعني شمينغوم. كاين بزاف نكهات حتى هي مميزة، ولكن بالنسبة للذوق نتاعي رقم 1 هو البرالين، ومن بعد نكهة جوز الهند والكراميل. فما بالكم لو كان البرالين مصنوع يعني منزليا
يعني تستعملوا المكسرات صنع منزلي وترحوها في الدار وتستعملوها في النكهات، كذلك راح تكون أكثر من رائعة. ولكن اللي يحب الكريمة تكون صافية ما هيش فيها حبيبات وفيها زوائد، وتكون في الملمس نتاعها، الملمس نتاعها يكون ناعم يعني بدون الحبيبات هذوك، يستعمل فقط النكهة اللي تتباع عند محل الحلويات. والنكهات هذو راهم يتباعوا بأرخص الأثمان، يعني تقدروا ب10,000 فقط تعبيوا قارورة كما اللي شفتوها في الفيديو وتستعملوها لمدة طويلة تحكملكم ما شاء الله. كما راكم تشوفوا الآن عبيت البوش نتاعي بالكريمة، ونبداو نعبيو ليفيرين نتاعنا. نأتي للخطوة اللي بعدها وهي تشكيل أكواب الكريمة. وش راح نحتاج فيها؟ كما راكم تشوفوا هنا معجون الفراولة صنع منزلي 100%. سواء حطيت الفيديو هذا هو الأول ولا الفيديو نتاع معجون الفراولة الأول، المهم راح تشوفوا الطريقة سواء حطيته هو الأول ولا هذا الأول. هنايا تحتاجوا بسكويت، قمت بطحن بيدي فقط يعني بهذا الشكل. استعملوا أي نوع بسكويت متوفر عندكم، يعني أي نوع جاتو متوفر عندكم، ومش بالضرورة أو تتقيدوا بالشيء اللي أنحطه لكم، ولكن يفضل يكون بسكويت جاف بمعنى ما فيه حتى أي كريمة باش يسهل عليكم طحنوا أو هرسوا بيديكم. هذه الكمية في الفيديو راهي تكفي ل6 كؤوس، يعني 6 ليفيرين، وممكن أكثر يكونوا ليفيرين صغار كما ذوك اللي يتباعوا في المحلات جوطابل، يكونوا صغار وبهيين. أنا فقط راح نستعمل هذه الكمية في كأسين. الكأسين هذو راح يكون واحد ليا واحد للزوج. الكأسين كذلك راهم كبار ببارك طوال وعراض، نتاع لي جو تاع العصائر تاع مشروبات. اول طبقة راح نحطها هي طبقة البسكويت، راح نضيف لها نكهة او القهوة، سواء استعملتوا قهوة نتاع البراس ولا نسكافيه، للزوج راح يمدوا نفس النكهة، يعني نكهة المرارة نتاع القهوة. بس استعملت هنايا لانه الكريمة كانت حلوة بالبزاف فما سكرتش القهوة، ما درت لهاش السكر. كنت تستعملوا الحلاوة أقل في الكريمة، ضيفوا قليلا من السكر باش تكسر المرارة. أنا هنا ما ضفتش ولا نقطة سكر في القهوة، وعجبتني هذيك المرارة اللي في النسكافيه يعني مع الحلاوة نتاع الكريمة، جات متمازجة معاها بشكل رائع. كما راكم تشوفوا هنا ضفت البسكويت وشمخته شوية بالقهوة. تقدروا تستغنوا كذلك على طبقة الفراز، يعني على معجون الفراز، تستعملوا طبقة من البسكويت، طبقة من الكريمة، وفقط يعني طبقة بطبقة طبقة بطبقة حتى نكمل. أما بالنسبة لطبقة الفراولة راح نحاولوا إن نزينوها على حواشي الكأس أو جوانب ليفيرين باش تكون أنيقة وتكون يعني ملفتة للانتباه في الطبقات. أما في الوسط لازم تديروا طبقة رقيقة جدا، مش اقتصادا ولكن باش ما نكثروش الحلاوة بزاف. وبالنسبة للكؤوس نتاعي راهم هزولي 4 طبقات من البسكويت و4 طبقات من الكريمة وطبقتين رقيقتين جدا من المعجون، يعني معجون الفراولة. اما انتم في ليفيرين الصغار انتاعكم تستعملوا طبقتين فقط من البسكويت وطبقتين فقط من الكريمه. اذا بغيتوا تستعملوا الفراز او معجون الفراوله استعملوا طبقه واحده في المنتصف، واذا بغيتوا في التزيين تكون الطبقه العلويه بمعجون الفراوله تقدروا تميكسيوه تخليوه ناعم خلاص وتستعملوه كطبقة في الواجهة وتحطوا عليه حبة فراز مقطعة بالشكل اللي تبغيوه، ولا قادرين تخليوها طبقة بيضاء وتزينوها بأشكال من الكريمة، يعني تحطوا طبقة من الكريمة تملسوها أو تعدلوها مليح في الليفيرين نتاعكم، وبعدها تشكلوا من فوقها بنفس الكريمة بالراس نتاع الكيس الحلواني. تستعملوا الشكل اللي بغيتوه وتشكلوها وتزينوها بالطريقة اللي بغيتوه، يعني التزيين راح يكون متنوع وعلى حسب واش تحبوا نتوما.
وتزيين ذوق من الأذواق، وتختلف الأذواق على حسب الأشخاص. بالنسبة لي أنا زينت بالطريقة الثانية، شكلت أشكال جميلة بالكريمة، وخيرت حبات صغار من الفراولة. وبالنسبة للفراولة اللي زينت بها حبتين صغار جدا، حبة خليتها كاملة الشكل وحبة قسمتها على زوج. يعجبني التدرج اللوني في داخل حبة الفراولة، يعطي شكل جمالي جد جد جميل، يعني التدرج من اللون الأحمر للون الأبيض. وكذلك استعملت هذو الأزهار اللي يستعملوهم، يعني راهم منتشرين حاليا في جميع المحلات، ويستعملوهم في جميع أنواع الحلويات، سواء حلويات جافة، الكريمات، الكيكات، في أي نوع يستعملوا فيهم. يعجبوني بالبزاف، فيهم العديد من الألوان، وأنا نفضل هذا اللون لأنه هذا اللون جد رائع، كما راكم تشوفوا مد لمسة جمالية جد جد جميلة مع باقي الألوان. ومن هنا نأتي لنهاية الفيديو، نتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم في نفس الوقت، وكان الشرح مفهوم وواضح، وأني قدرت نعطيكم معلومات تفيدكم. إذا كنتم جدد أول مرة تشوفوا قناتي، نتمنى أنكم تنضموا لعائلتنا الصغيرة، عائلة زهرة الجاردينيا، وترجعوا زهرة من زهورها الجميلة عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وكذلك الضغط على جرس الإشعارات حتى يصلكم كل ما هو جديد. وكذلك اتركوا تعليق طيب فيه أي استفسارات أو أي آراء أو أي اقتراحات تحبوني نديرها. وفضلا وليس أمرا، نتمنى أنكم تضغطوا على زر اللايك باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الزهرات، أنا نتشجع ونبقى نحط لكم أكثر وأكثر. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.